علي طارق محاول الآن راد عبد الزيد، حسن صلاح تمريرة مجددا، علي طارق لراد عبد الزيد محاولة دخول لكن صعبة جدا، تمريرة لراد، تصويب وبلوك دفاعي موجود على طريقة الفوليبول، على طريقة الكرة الطائرة. مجددا علي طارق يبحث عن زاوية التصويب لكن تمريرة قطعت. منوني هجوم مرتد سريع وهدف في مرمى الحارس البديل كاظم أحمد. يدخل الحارس البديل وهدف 17. نعم هدف 17 لمصلحة نادي الكرخ. أكيد يعني فوارق واضحة تماما لمصلحة نادي الكرخ. جودة كبيرة بنوعية لاعبين نادي الكرخ. نادي ديالة والمحاولة علي طارق، دخول تمريرة على عبد المنعم وهدف. اصطاد طه فرقد الذي يدخل اساسيا، طه فرقد في هذا اللقاء، في هذا الشوط طبعا من هذا اللقاء. هنا عمر ياسين وهدف. تغيير على مستوى حراسة المرمى سواء لفريق، وهو المحاولة رمية 7 امتار، رمية 7 امتار. ومصطفى محمد يتكلم مع الحكام قصي ياسين. ورمية 7 امتار لمصلحة نادي ديالة. يحاول حسين احمد من امام طه فرقد، هل ينجح حسين من امام طه في العارضة ومصطفى يحاول. الروح الرياضية موجودة ما بين حسين احمد ومصطفى الغول. عمر ياسين لمنوني، رامي، عمر ياسين مجددا، منوني لعلي طارق، احمد طارق عفوا، احمد الى منوني، يحاول عمر ياسين الدخول والتمريره لكن لم تصل. هجوم مرتد سريع والمحاوله ايضا من فوق العارضه، وطه فرقد بحماس اكيد، حماسه الشباب طه فرقد. يحاول اللاعب حسن صلاح ان يصطاد طه، لعب الكره من فوقه لكن لم ينجح. احمد طارق الى منوني الى عمر، تصويب وتصدي من كاظم احمد، وايضا هجوم مرتد سريع لمصلحه فريق ديالة. ممتازه من عبد اللطيف هاشم، ينجح بالتسجيل لمصلحه نادي ديالة. هدف جميل، سرعه كبيره. منوني لعمر ياسين، يحاول فريق الكرخ التركيز في هذه الهجمه بعدما اضاع هجمتين. احمد عمر، تصويب وهدف، هدف لمصلحه نادي الكرخ، الهدف 18. هذا فرق 8 اهداف. محاولة دخول من علي طارق لكن دفاع قوي كان من زيد نعمان. رمية 9 امتار، حسن صلاح، راد عبد الزيد لحسن صلاح مجددا، حسن، دخول من حسن ورمية 7 امتار. وهناك هل هناك ايقاف؟ مهارة كبيرة من حسن صلاح، نجح باختراق دفاع نادي الكرخ. هل هناك بطاقة حمراء؟ فقط ايقاف على مصطفى الغول في هذه اللقطة. بانتظار ما هو القرار النهائي لحكمي اللقاء قصي حسين واسعد حسن.
رمية 7 أمتار. الكلام ما زال والنقاش مستمر، وهو القرار النهائي. وبطاقة حمراء، بطاقة حمراء على مصطفى الغول، على كابتن فريق نادي الكرخ. نعم، على الكابتن، يخرج بالبطاقة الحمراء بعد التدخل على اللاعب حسن صلاح. رمية 7 أمتار، طه فرقد تصدى لواحدة والأخرى سجلت، وأيضا كانت هناك ركلة جزاء لعبها من فوق طه فرقد لكن ذهبت فوق العارضة. والآن علي عبد المنعم من أمام طه فرقد، لاعب خبرة علي عبد المنعم. طه هل ينجح بالتصدي؟ ينجح علي عبد المنعم، ينجح علي عبد المنعم بتسجيل الهدف 11 لمصلحة نادي ديالى. 11 ديالى، 17 الكرخ. سيد نعمان لعلي طارق، منوني، أحمد طارق، يحاول أحمد يحاول الدخول. مهارة كبيرة من أحمد طارق، وهدف، هدف 18 علي طارق أيضا بمهارة كبيرة، وهدف، هدف لمصلحة نادي ديالى. هدف لمصلحة نادي ديالى 12. منوني، إلى عمر، منوني مجددا، أحمد طارق يحاول الآن، منوني لأحمد، إلى زيد لأحمد مجددا، منوني، دخول أحمد طارق، تصويب وتصدي، وهناك خطأ. رمية 9 أمتار، رمية 9 أمتار. مجتبى يحاول الآن، منوني إلى مجتبى، لكن هناك خطأ على حسن صلاح. دفاع متقدم من لاعبي نادي ديالى. هنا تمريرة وصلت لزيد نعمان، إلى منوني، وبلوك ناجح من رائد عبد الزيد من أمام أحمد طارق، لكن هناك تمريرة واحدة فقط متبقية على إشارة اللعب السلبي، يعني على لاعبي نادي الكرخ. بعد هذه التمريرة يجب التصويب. منوني يحاول وانتهت. نعم، هناك انتهت التمريرات وعادت الهجمة والحيازة لمصلحة نادي ديالى. رائد عبد الزيد، 7 دقائق مرت على أحداث الشوط الثاني، تفوق الكرخ ما زال، فارق 6 أهداف، 18 مقابل 12. رائد عبد الزيد، محمد محمود يحاول الآن فريق ديالى من أجل التقليص، قلص الفرق من 8 أهداف إلى 6 أهداف. محاولة الآن رائد، علي، محمد محمود يحاول، لكن صعبة. الآن نشاهد حسن صلاح يلعب كلاعب ارتكاز، وانا تصويبه، هدف كان بالإمكان تفاديه من طه فرقد. منوني لزيد نعمان، وهناك رمية 7 أمتار، ماذا معها؟ إيقاف على اللاعب حسين أحمد. سيد نعمان على التصويب، على التسديد. هذه الرمية، رمية 7 أمتار، هذا ينجح من أمام كاظم أحمد، ينجح زيد نعمان بتسجيل هدف 19
لمصلحة نادي الكرخ. الكرخ 20 أو الكرخ 21، 13 ديالة. الكرخ 21 13 ديالة. يعود الفرق إلى 8 أهداف مجددا. من جديد محمد محمود، تمريرة رائد عبد الزيد، يحاول علي طارق، رائد محاولة دخول صعبة. ثلاث لاعبين انقضوا على رائد عبد الزيد. محمد محمود محاولة دخول وتصويب، لكن هناك خطأ رمية 9 أمتار. حسن صلاح، محمد محمود، علي طارق، من جديد لمصلحة فريق ديالة. شرط اللعب السلبي وتمريرة خاطئة والهجوم السريع. رامي علي إلى مجتبى، إلى رامي، ذكاء كبير من رامي، يسجل الهدف 22 لمصلحة نادي الكرخ. الكرخ 22 13 ديالة، تقريبا مرت 10 دقائق. الفارق 9 أهداف. ديالة أكيد الأمور صعبة، يواجه نادي الكرخ، يواجه بطل الدوري الموسم الماضي. علي طارق يحاول الدخول، لكن صعب جدا الدخول. ايقاف اللعب طبعا من اجل وضع الصمغ في على الكرة. علي طارق، حيدر جبار، يعني بدأ حيدر غازي بإشراك اللاعبين في مراكز غير مراكزهم من أجل طبعا إعطاهم بعض الدقائق. هنا رائد عبد الزيد، دخول وتصويب وهدف، لكن هناك خطأ. تأكد من نظافة أرضية صالة نادي الكرخ تستضيف هذا اللقاء المؤجل من الدور 13 من دور النخبة العراقي لكرة اليد. وهدف الآن لمصلحة نادي ديالة، الهدف 14. وماذا هناك ايقاف على حسن صلاح. خلاص يا حسن. طبعا الايقاف الثالث على لاعبي نادي ديالة. رمى 7 أمتار الآن زيد نعمان. من أمام كاظم أحمد، ويسجل زيد نعمان للمرة الثانية على التوالي عن طريق رمية 7 أمتار. يسجل هدف رقم 23 لمصلحة نادي الكرخ. 23 14 ديالة. فريق ديالة. حسن
حسن صلاح لقاف على من كان، حسن موجود على عبد المنعم وعلي طارق لكن لم تصل، وطه فرقد. هجوم مرتد سريع لمصلحة نادي الكرخ، منوني إلى رامي، ذكاء كبير. ذكاء كبير، وهدف رقم 24. الفارق يصل إلى 10 أهداف، 24 مقابل 14. يبحث عن التقليص. حسن صلاح، تمريرة، راد عبد الزيد لحسن، يحاول حسن تصويبه، وهناك رمية سبتر. محاولة وتصويبه وتصدي من علي، تصدي من طرف رقم 8 علي طارق. علي طارق يحاول، لراد عبد الزيد لعلي عبد المنعم، وهدف، هدف لمصلحة نادي ديالى. صعبة كانت على طه فرقد. منوني لعمر ياسين، إلى منوني مجددا، عمر يحاول تصويبه، هناك رمية سمتر، هناك رمية سمتر. من جد مصلحة الكرخ، وأيضا تصويبه بالعارضة. مصلحة نادي ديالى. على عبد المنعم، وهنا تصدي من طه فرقد، لكن هناك ايقاف على عمر ياسين، ايقاف اخر على عمر ياسين، الايقاف الثاني. ايقاف ثاني على اللاعب المصري. رمت سمتر، من جديد لمصلحة نادي ديالى، ومنوني رمى 7 امتار، رمي 7 امتار. منوني دفاع داخل المنطقة على اللاعب عبد اللطيف هاشم. حسن صلاح من امام طه فرقد، هل ينجح حسن صلاح؟ ينجح حسن صلاح بتسجيل هدف اخر لنادي ديالى. طبعا فريق 16 ديالى، 24 الكرخ. وهنا تصويب محمد علي مهدي الذي يدخل الآن. محمد علي مهدي طبعا يعني غير جاهز 100%، لكن الآن هو يدخل طبعا تكلم في الدقائق المتبقية، يعني ما يقارب 14 دقيقة. يدخل الآن من المحاولة حسن صلاح، وخطأ على حسن صلاح،
الهدف لم يحتسب، الهدف لم يحتسب. علي خلف زيد نعمان، محمد علي مهدي، زيد. وهناك وقت مستقطع، وقت مستقطع يطلبه نادي الكرخ، والنتيجة تشير تقدم فريق الكرخ على فريق ديالى 24 مقابل 16. ينتهي الوقت المستقطع، ونعود ونستأنف اللقاء مجددا في الشوط الثاني من مباراة الكرخ والديالى، المباراة المؤجلة من الدور الثالث عشر، المباراة الأخيرة في مرحلة الدوري، أكيد بانتظار مباراة البلاي أوف التي حددها الاتحاد العراقي لكرة اليد. أكيد المباراة سوف تكون قوية، ولا المحاولة محمد علي مهدي لم تصل لرامي علي، لم تصل لرامي علي. هنا تمريرة، لكن زيد نعمان ممتاز، ممتازة من زيد نعمان، عادت مصلحة نادي الكرخ. محمد علي مهدي إلى ماجد، إلى زيد نعمان، تصويبة قوية وفي العارضة، في العارضة من زيد نعمان. وهنا مجتبى باسم، تمريرة وصلت على عبد المنعم قبل أن تصل لزيد نعمان. علي طارق، فريق ديالى يلعب بهدوء ليرد الاستعجال. حيدر إلى حسن صلاح، علي طارق. يعني شاهد فريق ديالى يريد عدم الاستعجال، والهدف لم يحتسب. نعم، هناك خطأ، رمية سامتر، رمية سامتر لمصلحة نادي ديالى. علي طارق، ايضا رمية سامتر اخرى لمصلحة نادي ديالى. حسن صلاح الى حيدر، الى علي، تصويبه للخارج، تمريرة طويلة من طافر قد غير متقنة، عادت لمصلحة نادي ديالى. علي طارق مجددا، شاهد فريق ديالى، تمريرة ماجد عبد الرضا. أين كنت يا ماجد عبد الرضا؟ لم يكن مركز في هذه اللقطة، وبالتالي هدف لمصلحة نادي ديالى. الهدف 17. يحاول زيد نعمان، تمريرة لمجتبى، والهدف لم يحتسب. 4 خطوات على زيد نعمان، خطأ على زيد نعمان، وبالتالي الهدف لم يحتسب. تبقى النتيجة على حالها 24 مقابل 17. الكرخ توقف عن التسجيل، بينما ديالى يحاول أن يقلل الفارق، لكن ما زال الفارق كبير.
تكلم عن 7 أهداف. علي عبد المنعم، علي طارق، علي طارق تمريرة خلفية جميلة وهدف. لقطة جميلة كانت، لقطة جميلة كانت من لاعبي نادي ديالى. والعشر دقائق الأخيرة من أحداث هذا اللقاء، 18 ديالى 24 كرك، فارق 6 أهداف. زيد نعمان الأمنوني، محمد علي مهدي، زيد منوني، دفاع متقدم من لاعبي نادي ديالى. منوني حاول الدخول والتمريرة، وصلت إلى علي، ينجح علي بتسجيل هدف رقم 25. هجوم سريع لكن إعاقة للاعب وتعطيل الهجمة، خطأ نادي ديالى. حسن صلاح، أكيد يعني هناك كان شريط ملقى على أرض الصالة، وبالتالي طبعا إخراجه، وهنا هدف عن طريق علي طارق في مرمى سامر مشتاق. ما هذا من الذي قذف بطل الماء؟ يعني لقطة غير محببة ولا نريد أن نشاهدها. ماذا هناك؟ طبعا استدعاء للمشرفين محمد أحمد وراد إسماعيل حول هذه اللقطة. نعود نستلم في اللقاء مجددا أحبتي المشاهدين. 25 الكرخ، 19 ديالى. تكلم عن آخر 9 دقائق من أحداث هذا اللقاء، تفوق واضح للكرخ. كرخ خلاص وضمن المركز الثاني، وديالى أيضا في المركز الرابع بانتظار مباريات البلاي أوف. زيد نعمان، الأمنوني، محمد علي مهدي، يحاول منوني، زايد، وتصدي من كاظم أحمد. تصدي من كاظم أحمد في كرة مواجهة من أمام زيد نعمان. حيدر لعبد اللطيف، عودة رائد عبد الزيد. علي طارق، تمريرات، يحال فريق ديالى. علي، حيدر، تمريرة قرات من رامي، وهجوم مرتد من رامي. هدف رقم 26، هدف رقم 26 مقابل 19. وهنا مجتبى باسم ينجح نعم خطف الكرة من لاعبي نادي الديالى. اكيد يعني لاعبي نادي الكرخ خبرة، لاعبي منتخباتنا الوطنية. هنا زيد نعمان، وتصدي، ومجتبى باسم متابعة، لكن لم ينجح مجتبى باسم بالمتابعة وتسجيل الهدف. رائد، علي طارق، حيدر، رائد عبد الزيد، حيدر، رائد عبد الزيد مجددا. علي طارق، تصويبة في القائم، الكرة لم تلامس سامر مشتاق، وعادت الحيازة والهجمة لمصلحة نادي الكرخ. منوني، رامي علي، اكيد مباراة صعبة على نادي ديالى.
أمام نادي الكرخ المرشح للفوز باللقب. هنا منوني، مهارة كبيرة، مهارة كبيرة من منوني، واعترض من رائد عبد الزيد، يقول هناك مشي على منتظر، لكن الحكم يقول لا وجود للمشي. على عبد المنعم، واخر لمصلحة نادي الكرخ. خلاص الكرخ يحقق الانتصار الرابع والعشرين خلال هذا الموسم، 20 انتصار للكرخ وخسارتين، والخسارتين كانتا امام الحشد، بينما ديالا يتعرض للخسارة الخامسة. هنا تصويبة من علي طارق لكن الى الخارج، الى الخارج، عادت لمصلحة نادي الكرخ. وهناك وقت مستقطع في الخمس دقائق الأخيرة، 27 الكرخ 19 ديالا، فارق 8 أهداف. ينتهي الوقت المستقطع الذي طلبه المدرب شريف المرسي أبو العباس، ونعود نستلف اللقاء من جديد في الدقائق الأخيرة من أحداث هذا الشوط. يحاول الآن زيد نعمان وتصدي من كاظم أحمد والمحاولة المتابعة، لكن مجتبى باسم لم ينجح. عادت سريعة لمصلحة نادي ديالا، علي طارق وتصويب وتصدي، وهناك خطأ، هناك خطأ. رمية سامتر تلعب سريعا، رائد عبد الزيد، محمد محمود، علي لرائد، محمد محمود، يحاول الآن فريق ديالا أن يقلص. رائد عبد الزيد تمرير، الله 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 على تمرير رائد عبد الزيد لحسين أحمد، الذي ينجح بتسجيل هدف بطريقة جميلة. 27-20، أقل من 4 دقائق على نهاية هذا اللقاء. نعم الكرخ مسألة وقت ويحقق هذا الانتصار. منوني إلى زيد يحاول تمريرة، وصلت لرامي علي، الله الله الله، رد سريع من لاعبين نادي الكرخ على هدف حسين أحمد. هنا المحاولة السرعة، حسين تمريرة لحسن صلاح وصلت لعبد اللطيف، والمحاولة خطف الكرة من مجتبى باسم لكن إلى الخارج. 28 الكرخ 20 ديالا، ورمية سامتار علي عبد المنعم لرائد عبد الزيد، محمد محمود، علي طارق، محمد محمود، دخول ومحاولة تصويب لكن صعبة جدا. نعم أزالت الهجمة لمصلحة نادي ديالا كيف سيواجه الحشد،
وهو طبعا السكواد لنادي ديالا يحتاج إلى الكثير وصعب جدا التسجيل من هذه الزاوية. نعم فريق ديالا يحتاج إلى التدعيم وخاصة على مستوى المحترفين. نعم لكن هو خلاص يعني وصل المربع الذهبي. يعني بصراحة لم يكن أحد يتوقع وصول نادي ديالا للمربع الذهبي بوجود الجيش، كربلاء، نفط البصرة. لكن نعم ديالا لديها إرث على مستوى كرة اليد العراقية. أتمنى الموفقية لنادي ديالا وجميع الأندية التي تمارس كرة اليد. هنا منوني إلى علي لزيد نعمان، تمريرات يحاول منوني إلى محمد علي مهدي، إشارة اللعب السلبي إلى رامي. هدف جميل من رامي علي، هدف رقم 29. هدف رقم 29. طبعا مباراة الذهاب فارق 10 أهداف والإياب الآن فارق 9 أهداف، لكن متبقي دقيقة ونص. دقيقة ونص على نهاية أحداث هذا اللقاء. حسن صلاح، رائد عبد الزيد يحاول الآن دخول عبد السلام قصي. حسن صلاح، رائد علي طارق، تمريرة لحسن صلاح وهدف بلقطة فنية جميلة من حسن صلاح ينجح بتسجيل هدف رقم 21. منون الآن والدقيقة الأخيرة من أحداث هذا اللقاء، فارق 8 أهداف. منوني إلى محمد علي مهدي، زيد إلى محمد، منوني مجددا. محمد علي مهدي لاعب تكتيكي يلعب بأكثر من مركز. هنا منوني دخول تصويب وهدف، هدف رقم 30 لمصلحة نادي الكرخ. السرعة من ديالا، علي طارق يصوب، بلوك موجود وهناك خطأ، رمية 9 أمتار. تمرر الكرة لكن إعادة للعب الكرة على عبد المنعم إلى حسن صلاح، رائد عبد الزيد. حسن يحاول فريق ديالا الثواني الأخيرة. علي طارق، خلاص اتفق الفريقان أن ينهيا الثواني الأخيرة وخلاص نادي الكرخ يفوز على نادي ديالا ب30 هدف مقابل 21. مبارك للكرخ وجماهير الكرخ، هرذق ديالا وجماهير ديالا. خلاص الكرخ في المركز الثاني وديالا في المركز الرابع. يشبه مباراة تحضيرية ومباراة البلاي اوف. مباراة البلاي اوف الحشد وديالا والكرخ والشرطة. لقاءات سوف تكون كبيرة وأيضا إن شاء الله سوف تكون منقولة عبر قنوات شبكة إعلام العراق. وفي الختام تقبلوا تحياتي معلق اللقاء. علي عنب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.